شوف انت بتتوب وبتذنب وبتتوب وبتذنب وبتتوب، لكن اقسم بالله العلي العظيم ما يتركك الشيطان، لان عندك نفس لوامه ونفس اماره بالسوء. الشيطان مو بذكي، لكن اعطاه الله مواهب، يعرف ايش الاشياء اللي يدخل عليك منها. يعني انت على علاقه حب وتركتها، وعلى معصيه وتركتها، وعلى شيء يغضب الله وتركته، يجيك الشيطان من مداخل ثانيه ما راح يتركك. يقول الله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. تجيك فتن. طيب بوجودي إيش الحل؟ أنا أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، أتوب وأرجع. أبغى حل يثبتني عشان أنا ما عاد أرجع للذنوب هذه اللي تعبتني وجابتني الهم وجابتني الحموضة وخلتني أتنفس من خرم إبرة. خلاص تعبت يا ناس. أصدق مع الله وغير كل شيء حولك. لا تخلي في خط للرجعة، ولا تخلي في شيء يمسكك، ولا تضعف. لا تكون إنسان ضعيف، خلك قوي بالله. ففروا إلى الله، ارجع لله، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليه. اصدق مع الله، اترك كل حاجة، واعرف إنه كل من عليها فان، راح تغادر هذه الدنيا. واستعينوا بالصبر والصلاة والدعاء. خلك إنسان قوي، وهذه الدنيا راح تنتهي، ونلتقي بإذن الله تعالى في مستقر رحمته في الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم، أسأل الله جل في علاه من يشوف هذا المقطع ويبغى التوبة ويرجع لله ويصدق مع الله أن يغفر له ويتوب عليه وأن يعصم قلبه وأن يجعله مبارك أينما كان وأينما حل. ودائما ادعي أن الله يصلح فساد قلبك وأن يجعلك مبارك أينما كنت، وأن يعصم قلبك وأن يفرج همك وأن ييسر أمرك وأن يحصن فرجك وأن يغفر ذنبك. أسأل الله أن يحفظنا وياكم. انشروا المقطع، كثير مننا يحتاج هذه المقاطع اللي تخليه يتفائل ويرجع لله. الله يحفظنا وياكم.